المنظر اللي انت شايفه في الصورة ده بقى منتشر في جميع الشوارع، يعني بشوفه كتير فوق الكباري، تحت الكباري، في الشوارع العمومية، جنب الأشجار، في أي حتة. بس السؤال هنا، الشخص اللي بيعمل كده قبل ما تعمل التصرف ده، هل فكرت ولو لمرة؟ هل تقبل إن أختك أو أمك أو زوجتك تبقى ماشية في الشارع وتشوف المنظر ده؟ منظر مقزز ومقرف، ولا يرضي دين، ولا يرضي أخلاق، ولا يرضي ضمير، ولا يرضي أي حاجة. طب سألت نفسك ايه الفرق ما بينك وما بين الكلب؟ الكلب اللي بيقف في الشارع يعملها على الحيطة او يعملها على الارض او يعملها على اي حتة. ايه الفرق بينك وبينه؟ يعني انت كبني ادم، ربنا عزك وكرمك، وده حيوان ما يعرفش اي حاجة. ربنا كرم الانسان عن الحيوان، بس انت هنا لما تيجي تفكر انت ايه الفرق ما بينك وما بين الحيوان ده، هتلاقي ان مفيش فرق. اللي الحيوان بيعمله في الشارع انت كبني ادم بقيت تعمله. ده غير ان انت بتتعدى على خصوصيات الغير. ما تفتكرش ان انت تقول انا حر واعمل اللي انا عايزه. انت حر وتعمل اللي انت عايزه جوه بيتك، جوه بيتك وانت مقفول عليك ومحدش شايفك. طالما خرجت من باب بيتك ونزلت الشارع، هنا اصبح في ناس حواليك ليهم خصوصيات وليهم حقوق، فيهم بنات وستات انت بتاخدش حقهم، بتتعدى على خصوصيتهم، وما تقبلوش على اهل بيتك. لو انت ماشي مع مراتك او ماشي مع بنتك في الشارع وشفت منظر زي كده، انت مش هتبقى قابل ان مراتك او حد من اهل بيتك يشوف المنظر ده. هتبقى متضايق. عايز اقول لك، لو انت ما تعرفش حاجه عن الاخلاق، ولو انت مش متعلم، ولو انت مش مثقف، ولو انت ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، هقول لك على معادله بسيطه تمشي بيها في حياتك، هتلاقي نفسك بتتبع معايير الاخلاق بالملي. الا وهي زي ما قلت لك، اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. قبل ما تيجي تعمل اي تصرف او اي فعل، حط في دماغك كده، احسبها مع نفسك كده: انا لو عملت كده، لو انا شفت حد بيعمل كده، هقبله على نفسي او هقبله على اهل بيتي؟ اول ما تلاقي تفكيرك بيقول لا مش هتقبله، ستوب، اقف، ما تكملش، خلاص. ليه؟ الحلال بين والحرام بين، والصح معروف والغلط معروف، وربنا اداك عقل تفكر وتميز بيه دونا عن سائر المخلوقات. ليه ربنا ميزك انت بالذات عن باقي المخلوقات؟ خلقك في احسن صورة واحسن تقويم، وادالك عقل تفكر بيه. اوزن الفعل وفكر فيه قبل ما تعمله. لقيت نفسك متقبله على نفسك، توكل على الله. مش متقبله على نفسك، ستوب، يبقى انت بتعمل حاجة غلط. اتمنى المنظر ده ما نشوفوش ويختفي من حياتنا. اتمنى ان الحكومة تعمل غرامات ولو 1000 جنيه على كل مواطن يعمل كده. توصل للحبس حتى، مفيش مشكله، بس المنظر ده ما تشوفوش تاني. هتقول لي اصل انا مريض سكر ما بقدرش استحمل، اصل انا مش عارف ايه، والعربيات اللي بتقف تعمل كده في الشارع، بشوف عربيات والله بتعمل كده في الشارع. مالكش حجه. جميع شوارع مصر دلوقتي مليانه كافيهات وقهاوي، وانت ماشي على رجلك عدي على اي كافيه، خش بعد اذنك، خش صرف نفسك. لو انت سايق ومعاك عربيه، اقف اركن قدام اي كافيه وخش صرف نفسك، محدش هيقول لك حاجه. انما المنظر ده، مفيش فرق ما بينك وما بين الحيوان.